السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم ماسك من أفضل أنواع الماسكات، بس للأسف حقه مهدور أو احنا مش واخدين بالنا منه. الماسك اللي معانا من الماسكات اللي فعلا أثبتت إن هي بتزيل الجلد الميت من البشرة، بتعمل على توحيد لون البشرة، إزالة البقع البنية اللي بتبقى موجودة على جناب الخد أو موجودة في البشرة عموما. من الحاجات الجميلة جدا وهو العسل الأسود. في كتير هيستغربوا، بس فعلا أثبتت كل التجارب إن هو من الحاجات الهايلة جدا اللي بتعمل على تبييض البشرة وإزالة الجلد الميت وعلاج البقع زي ما قلت لكم. هنستخدمه ازاي؟ ودي اهم حاجة. الاول لازم نعمل كل اسبوع او مرتين في الشهر حتى المقشر اللي هقول لكم عليه. المقشر ده بيعمل على ازالة الجلد الميت، وبالتالي بيدي تبييض للبشرة، وكمان بيخلي اي ماسك انت هتعمليه البشرة بتتقبله. هو معلقتين من السكر وعليهم معلقة من زيت الزيتون. بنفرك حركات دائرية كده للبشرة وبنشطفها. بعد كده بنحط العسل الأسود، بناخده بقطنة كده وبنفرده على كامل البشرة، أو ممكن بإيدينا بصبعنا كده بنفرده على كامل البشرة، وبنسيبه حوالي ربع ساعة. مش عايزاها أقل من كده علشان يديكي نتيجة كويسة، إلا لو عندك حساسية منه. ولازم لو انت عندك حساسية لازم تتأكدي وتعملي تيست ورا الأذن كده، تتأكدي انك انت ما عندكيش حساسية من أي مكون انت بتستخدميه لبشرتك. بعد كده بنسيبه زي ما قلت لكم ربع ساعة على البشرة، وبعد كده بنغسل البشرة بالغسول المفضل بتاعنا. طبعا الأول بننزل العسل الأول، ونغسل البشرة بصابونة طبيعية أو بغسولك المفضل.